طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. نحن اليوم في منزل الخال سيد عبد بدر عبد الفتاح عبد الفتاح جندي عبد القادر عبد القادر ساتي. نعم، عبد القادر شانتود، يعني الملقب في فريق. نحن حنبدأ بمعرفة أنساب أول حاجة آل بدر، وبعد ذلك نخش في أنساب بقية، لو في وقت هنخش في أنساب ناس تبج كلهم. فضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. آل بدر أصلا أعلى من كده تجيب له قمرة أسك، أنا ما بقدر. آل بدر أولا من الناحية النساء أمهاتهم، آل بدر يتكون من 3 رجال: عبد بدر كبيرهم، محمد بدر، متولي بدر حسب الأعمار. ومن البنات 4: فاطمة بدر، عائشة بدر، زهرة بدر، داريا بدر. ال7 ديل أمهم خضرة فقير محمد كرموسة. أنا شخصيا لا أعرف فقير محمد كرموسة، رغم أنه عنده ساقية مشهورة جدا جدا في تنقار، وعنده أراضي، يعني معناه إنسان من تبج أساسا، لكن ما أعرف هو منه أو جمد، بس اسمه فقير محمد كرموسة، وغالبا يمكن يكون من عقاب أتراك حاجة زي كده. فالمهم دي الأمهات: خضرة فقير محمد كرموسة. خضرة فقير محمد كرموسة نفسها عندها 3 أخوات. الأخت الأولى زهرة فقير محمد كرموسة. زهرة اللي جابت جعفر كدودة، القاضي كدودة، وفاطمة كدودة. وحليمة فقير محمد كرموسة دي جابت محمد بدر كدودة، أحمد بدر كدودة، زينب بدر كدودة. في واحدة اسمها زينب فقير محمد كرموسة. زينب فقير محمد كرموسة عندها ولد واحد اسمه علي. علي جاب واحدة اسمها شريفة. شريفة زوجة عبد بدر الثانية. شريفة الأولى بنت فقير عبده اللي جابت محمد عبد بدر الكبير، وعبد القادر عبده، نفيسة عبده، فاطمة عبده، زكية عبده، زينب عبده. دي العاشة الكبيرة. العاشة الثانية دي حبوبة ناس محمد عبد بدر الصغير وعثمان عبد بدر. شريف. ده بالنسبة للأمهات. خضرة دي إخواتها دي، خضرة دي بيشتركوا مع طبعا ناس آل محجوب، لأنه آل محجوب أمهاتهم منه. أول حاجة فاطمة فقير محمد كرموسة. فاطمة دي جابت عثمان محجوب ومحمد محجوب. بعد ما ماتت قام يتزوج محجوب ده داريا بدر. داريا بدر جابت طبعا ناس آل محجوب الثانيين: علي محجوب، حسن محجوب، عبد الحليم محجوب، محمد محجوب، عبد الرحيم محجوب. أيوة، عبد الرحيم محجوب. محمد محجوب عنده بنت، لا، محمد محجوب. محجوب ده الزوجة الأولى عائشة اسمها فاطمة بدر. فاطمة بدر. فاطمة بدر. فاطمة بدر جابت الولدين ديل: عثمان محجوب القاضي، ومحمد محجوب أبو ناس أحمد محمد محجوب، وعبد العزيز محمد محجوب. عندهم أخت كان متزوجها علي محمد علي شعيب، أخو ناس جمال علي شعيب الكبير، وما أنجبوا، ولذلك سيرتها انتهت عند هذا. حليمة، أقصد حليمة فقير محمد كرموسة. طبعا احنا الخضرة دي اللي هم جابت ناس آل بدر. جابت آل محجوب كمان. حليمة الزهرة، نبتدي بالزهرة الكبيرة، جابت القاضي كدودة وجعفر كدودة ومحمد كدودة، والقاضي كدودة وجعفر وفاطمة. فاطمة اتزوجها فقير محمد صالح، لا، خليل حاج. فاطمة أخت ناصر القاضي كدودة يتزوجها خليل حاج أخو عثمان حاج، وجاب منها زهرة الثانية حفيدة زهرة الكبيرة. زهرة دي يتزوجها فقير محمد صالح، كان جايبه القاضي كدودة من ضنقلة، وبيقري الأولاد القرآن، والذين درسوا على يديه عثمان عبد بدر، محمد خليل شريف، المجموعة بتاعت محمد خليل شريف، محمد عبد السيد، عثمان، أحمد علي همد. المجموعة دي قروا على يد البتاع.
مع فقير محمد صالح زوجوه من زهرة بنت فاطمة، فجابت زهرة، أقصد فاطمة دي زهرة اللي هي زهرة وخليل، أبو متأسف، زهرة تزوجها خليل حاج أخو عثمان حاج، وجاب عبده خليل وزهرة خليل، زهرة أم ناس بابا زهرة، وخليل عبده خليل طبعا رجل مشهور جدا جدا في تبج. زوجها كان فاطمة أحمد شدة، وعندهم ولد واحد اسمه محمد عبده خليل اللي هو نسيب ناس محمد هاشم متزوج بنته. المهم ده حليمة، ده كمان دي زهرة، لكن حليمة جابت محمد بدر كدودة و محمد بدر كدودة، زينب بدر كدودة أم توفيق أبازيد، وحرم أبازيد محمد عثمان أبازيد، دي كمان دي بتاع زينب. أحمد بقى أبو الشيخ دودو، أحمد بدر كدودة شقيق ديل، أمهم حليمة فقير محمد كرموسة. أحمد ده طبعا أحمد ده أبونا جدي ناس باب زهرة، فلا اسمه الزوجة صلاح اللي محجوب بتاع فايزة بدر، أبو ناس فايزة بدر، أستاذ كان بيسموه الشيخ بدر لأنه كان مدرس، لكن مشهور بالشيخ دودو. الشيخ دودو شقيق شوف توفيق أبازيد وعاشة دودو أولاد زينب بدر، ومحمد أحمد بدر الأستاذ أبوه ابن برضو البتاع، يعني إخوان، زينب بدر ومحمد أحمد بدر إخوان. جاء شيخ دودو طبعا بتاع اسمه ده توفيق أبازيد وعاشة دودو وأحمد بدر، كما أحمد بدر توفيق أنت نايكس، مش توفيق محجوب، مش توفيق أبازيد. توفيق أبازيد ما مزوج عاشا دودو. أيوة عاشا دودو وشيخ دودو أخوان. أيوة بس في لبس في كلمتين في بنستعملهم دودو وكدودة. لما يكون في الأسرة في اسمين، مثلا واحد أبوه مات هو في بطن أمه بيسموه باسم الأبو، يعني محمد كدودة، القاضي كدودة ما اسمه محمد كدودة، اسمه محمد كدودة، كثيرين كده في البر تلقاه، وفي التاريخ محمد كدودة. المهم خضرة فقير محمد كرموسة أخت الجماعة ديل اللي جابت المجموعة دي. أوه ما ده كمان بقى فكي. طيب ده بالنسبة للأمهات. الأبو أبو ناس آل بدر بتاع مثلا نمسك عبد بدر عبد الفتاح جندي عبد القادر ساتي شريف مدني. في خلاف في ساتي ده، واحدين بيقولوا شوكت واحدين بيقولوا ساتي، لكن اساسا ديل موقعهم الاساسي فريك جو كيف ما معروف. المهم تزوجوا في تبج. عبد القادر ده فيما ذكر عبد القادر عبد بدر عنده ساقية شرق جامع تبج العتيق. الجامع ده اسمه جامع شاهين لأنه اللي بناه والأسس واحد اسمه شاهين جدي ناس ولد إبراهيم. فعبد القادر ده الساقية دي حقته، جاب 4 أولاد، جندي أبو ناس آل بدر، وخليل أبو ناس آل محمد داود خليل، وخضر أبو ناس فرح عباس في أدم دولي. فرح عباس ده جده أبوه اسمه خضر. وبعدين الياس، خضر والياس أشقة، بدر وخليل أشقة، أقصد جندي وخليل أشقة. حامد حسن اللي كان موجود في الاسكندرية أو بناس فاطمة حسن جدي ناس محمد محجوب بتاع المقرن، ديل كلهم ديل ناس. لكن فرح عباس بالذات، فرح عباس عنده أخو وعنده أخت
في دلقو ما شفناها نحن، لكن اساسا دي جدهم كده. فهم الاربعه ديل اخوان اللي هم جندي وعبد جندي وخليل والياس وخضر. ديل الاباء والامهات زي ما قلت لك بنات فقير رابي تعالى. أها. الآلة بدر بيتكون من 3 إخوان و4 بنات. البنت الكبيرة يتزوجها محجوب محمد داود وجاب منها ولدين اللي هم محمد محجوب أبو ناس أحمد محمد محجوب. هي فاطمه بدر. أيوة فاطمة بدر ومحمد محجوب وعثمان محجوب المشهور بالقاضي عثمان محجوب. لما ماتت تزوج أختها شقيقتها اسمها داريا بدر، جابت الباقين. طيب عندهم أخت الثالثة عاشة بدر. عاشة بدر يتزوجها محمد عبد الرحمن محمود بلال فقير عبده. محمد عبد الرحمن هذا تزوج عائشة وجاب منها بنت واحدة. البنت الواحدة دي مشهورة بسعيدة عاشة أو سعيدة محمد عبد الرحمن. سعيدة دي يتزوجها القاضي خدودة وجاب منها عبد الرحيم تلودي وغاشو. لما ماتت عاشة بدر يتزوج محمد راح يتزوج قمر صالح بلال قرايب أبوه، وجاب منها بابايا كان متزوجها يحيى محمود الله يرحمهم كلهم. محمد عبد الرحمن مات، قمر يتزوجها تاني منو؟ علي عبيدي. علي عبيدي جاب منها حسن علي عبيدي وتوفيق علي عبيدي، كأنما ديل إخوات بابايا بالأم. وعبد الرحيم تلودي بالأم برضه، عبد الرحيم تلودي وقاشو. ده بالنسبة لعاشة بدر. يجي في زهرة بدر المرأة الثالثة الرابعة عاشة بدر. زهرة بدر وداريا بدر شفتهم أنا، ماتوا احنا كبار، لكن عاشة بدر وفاطمة بدر ما شفناهم. زهرة بدر تزوجها حاج بري وجاب منها 3 أولاد، بنتين ولدين وبنت. الولدين أحمد حاج بري برضو يتزوج بنت عمنا بتاع الشريفة دي اللي كان متزوجها عبد بدر، قريبة ناس عبد سامي أبوهم يعني حبوبتهم. جاب منها بنت واحدة اسمها فاطمة. فاطمة دي أمها زينب محمد كرموسة، اللي هي بنتها مين؟ بنتها بابا زينب ومن ناس فتحي هاشم. ولدين محمد حاج بري وباب فاطمة حاج بري. فاطمة حاج بري أبو ناس أبو جاكيتة. وأحمد حاج بري طبعا بابا زينب، ومحمد حاج بري طبعا معروف إنه ناس فاروق وناس أحمد بري وإلى آخره ما شاء الله. ديل أولاد زهرة بدر، فيبقى زهرة بدر وداريا بدر وفاطمة بدر وعائشة بدر. ديل ما شاء الله ديل كمان ديل بينتسبوا لآل بدر بالأم. انت كيف؟ بعد كده آل بدر طبعا بينقسموا. عبد بدر تزوج 3 نسوان. عاش الشريفة الأولى زوج بنت فقير عبده. لما توفت قام يتزوج شريفة الثانية دي بنت ابن خالته، جاب منها محمد عبده بدر وعثمان عبده بدر. وكان ولد ثالث مات ما تزوج اسمه أحمد. دي ماتت قام يتزوج فاطمة محمود عبد الرحمن بنت أخو المرة الكبيرة. المرة الأولى الشريفة الأولى جاب منها 4 أولاد 4 بنات وولدين. البنات فاطمة عبده بدر وزكية عبده بدر ونفيسة عبده بدر وزينب عبده بدر. والأولاد محمد عبده بدر الكبير أبو ناس سيد أحمد محمد عبده وصلاح محمد عبده وعبد القادر عبده. الشريفة الثانية منها بس الولدين ديل محمد عبده بدر وعثمان عبده بدر. المرة الثالثة اللي هو فاطمة محمود جاب منها 3 بنات وولد واحد. ولد واحد العبد لله، والبنتين البنات سعيدة عبد بدر وأمينة عبد بدر وحفيظة عبد بدر. ده عبد بدر. محمد بدر تزوج برضو امرأتين. تزوج الأولى عائشة أبا زيد، جاب منها من الأولاد بدر محمد بدر، عبد القادر محمد بدر، وأحمد محمد بدر، وآخرين
ماتوا. في واحد منهم اتذكره كويس جدا جدا، لانه موته كان في مأساة تمام، يعني حقيقة لابد ان تذكر. اسمه عبد الفتاح، سماه على جده. عبد الفتاح ده كان في دار العلوم، بعد ما الامتحان النهائي استعجل، هو جاي التبج وقال لصديقه اللي كان معه في نفس المعهد اللي هو محي الدين صابر، قال له النتائج لما تطلع بالله يضرب ليت الغراف. هو سافر، جا في اسوان، من اسوان حيركب الباخر يجي في تبج، ضربت شمس ومات في نفس اليوم اللي جا فوت الغراب بانك الف مبروك نجحت في البكالوريوس، مات. جاب خبر. انا ما شفت حزن ووفاه، يعني البلد كله كده كانما ابو البلد ذاته مات. وعمي محمد الرجل كان معروف بانه قوي، كان بيهز البلد، يعني حزنه قاعدين يمكن اكثر من 40 يوم في البيت الكبير. كان حزن غريب، كان يعني في وفاة عبد الحميد، منتظرين انه يجي يتزوج ومش عارف. المهم طبعا من البنات فاطمة الكبيرة، فاطمة دي تزوجها محمد صالح شريف، وكانوا في مصر. محجوب صالح شريف، اخو محجوب صالح. ايوه، محمد صالح شريف اخو ناس محجوب صالح شريف. وزينب تزوجها احمد عبد الرحمن محمود بلال عم امي. و زينب وهجره دي تزوجها محمد عبد بدر بن عمها، وجاب منها ناس سيد احمد وشريفه وفاطمه والى اخره. ده عبد بدر. ما شاء الله. طبعا احفادهم واولادهم دول بقى مسجلين يعني للداريه. محمد بدري ده تزوج طبعا زي ما قلت لك عشان الثاني تزوج امراه ثانيه هي نفيسه محمد فضل، مشهوره بنفيسه مبروكه، دي الزوجه الثانيه. مبروكه دي كانت يعني عاصرناها طبعا، عندها ولد واحد وثلاثه بنات. الولد طبعا مع ابو دقن محمد بدر مات قريب يعني الله يرحمه، والبنات كلهم ماتوا. اخر واحده ماتت منيره الله يرحمها، لكن قبلها هانم وفاطمه. فاطمه دي مرت عبد الحليم متولي، اقصد عبد الحليم متولي. ومنيره مرت محمد عباس محجوب، وهانم محمد عبد بدر الكبير الصغير اخو الشقيق عثمان عبد بدر. النفيسة مبروكة بيحتاج لوقفة شوية، كانت امرأة قوية الشخصية برضها. يبدو انه يعني المرحومة منيرة اخذت بعدين كانت يعني اقول لك شنو، زي ما بيقول ذو النصيحة، يعني اذا شافت الاعوج كانت بتقول ده اعوج، ما يعني حكاية مجاملة النفاق ده ما كان عندهم. ويعني واولاد المرأة الكبيرة اللي عايشة حسب ما فهمي وشفتهم كانوا بيستعينوا بها اذا كانوا دايرين حاجه. عائشه دي كانت طيبه جدا جدا. وبالمناسبه انا ذكرت محمد صالح شريف كزوجي لفاطمه بنت عمي فاطمه بدري، لكن في علاقه بتربط عائشه دي بين ناس محمد صالح شريف وعبد الحميد صالح شريف ومحجوب صالح شريف. عائشه امها اسمها فاطمه قسمه، وديك امهم اسمها حليمه قسمه. ايوه ناس آل شريف ديل وناس اسمها حليمه، فيبقى ديل حليمه الثانيه اللي انا اظن ذكرتها ولا ما ذكرتها، اللي هي بنت فقير عبد محمد كرموسه، ناس محمد بدر كدوده. ده محمد. نجي لمتولي بدر الله يرحمه. متولي بدري مات بدري، يعني هو اصغر اخوانه لكن مات اولهم.